شلونكم زينين شباب؟ اليوم جبنا لكم تحديث كلاش اوف كلانز جديد. اول شي شباب عندك هنا تقدر تسوي تحديات ويا القبائل، ما عليك الا تدخل على البحث عن القبائل، تكتب مثل امراء الحروب. هاي شباب طبعا قدامك تقدر تسوي حتى خمسة اذا تريد. من هنا التحدي طبعا شباب انا قبيلتي مسوية تحدي، عندنا حروب ما يصير. طبعا من هنا التحدي يصير تحدي القبائل، ومن هنا عندك المرجعيات اللي هن المخليهم هن المرجعيات القبائل الأخرى. ثاني شي شباب صاروا الأصدقاء هنا، والشي الحلو تقدر تدز طلبات صداقة، تقدر تبحث عن اللاعبين منا مثل يعني أي اسم للاعب، وتبحث عنه طبعا. هاي كلش حلو طبعا شباب. إذا تريد تدز طلبات صداقة من العالم أو أي شخص تدخل على ملف الشخصي. إذا كان عندك ما عندك لان تطلع لك هنا الدعوة، بس هسه هو عندك لان من عندك الزيارة وإضافة صديق، تدخل على إضافة صديق تدوس حسنا وراح على هسه طلب الصداقة شباب. والشي الثالث ان هنا تدخل على هاي، بس تدخل على هاي تدوس على الجيش. هنا عندك شباب الجيش اللي فاتحهم انت، هنا عندك الجيش اللي مدرب من دعمك الكلام هذول فقط، والتعويضات هنا شباب هذا النفقات. هنا الابطال الملك والملك هذول اسمهم الملكي. هنا عندك الجيش اللي مدربهم. هنا شباب بعد ما اعرف شنو هو، ما اعرف شنو هنا طبعا. هنا تدريب القوات تدرب جيش، يعني مثل شباب هسه انا راح ادرب عمالقة. هاي دربت عمالقة، من يصير هيك هاي عليها ابيض، من يصير على هاي احمر، يعني بعد ما يصير خلينا 20 عملاق. هنا تحضير العناصر محضران 3 عناصر، وهم اذا ما يصير تطلع عليها احمر. هسه انا هاي مالته ما تصير. تدريب تسريع طبعا شباب من تهجيم راح تطلع الجيش هنا، ما تدوس لهم بس يعني مثل تعديل تعدلهم. او الشي الحلو الثاني اللي منا تدوس لهم تدريبهم هذولا قبل راح يروحون لهناك وراح يظلون يدربون منا من يطلعون شباب. والشي الرابع اللي هم ضافوه، طبعا دخلت انا على العالمي، الشي الجديد اللي هو ضافوه برج القنبلة. طبعا شباب برج القنبلة كلش حلو وروعة ويضرب الآخر كلش هواية. هذا هو شباب البرج. طبعا شباب النطاق مال البرج 6 رقعات. نوع الضرور رش المنطقة. الأهداف أرضي. الهدف المفضل تقوم أبراج القنابل بقصف القوات الأرضية المجاورة وتفجير انفجار هائلا عند تدميرها. ينبغي على حوادث أشباك عنيفة. الضرور في الثانية 24. الضرور عند التدمير 150. نقاط الإصابة 150 نقاط الإصابة شباب طبعا هو كلش قوي، بس نقاط الإصابة شوي ضعيف، بس إذا يطوره لا يصير كلش قوي شباب. الشي الجديد بالتحديث اللي هو الخامس، طبعا شباب تقدر تطور الساحر الى تاون هول 7. هو كان 6، لا هسه تقدر تطوره حتى 7. طبعا انا مطوره 3 ما اقدر بعد اطوره. تقدر انت تطوره الى تاون هول 7. والشي السادس اللي هنا عندك العرض. طبعا انا شباب مشتري العرض بعد ما يصير اشتري كلش حلو. طبعا شباب بهذا النمط غير. هنا العرض طبعا شباب كلش حلو، يعني حسب قاعة المدينة تقدر تطلع التيسلا المستوى 3. هو يطورها لك المستوى 3 بدون ما تطورها انت وتتأخر. يعطيك 1200 جوهرة ويطلع لك الملك. هذا الشي طبعا شباب كلش حلو وعجبني اني. طبعا شباب هو التحديث خرافي شباب. هاي الاخبار شباب. والتحديثات الاخرى الحروب الودية تحت القبائل الاخرى في حروب مخصصة. إضافة أصدقاء كلاش من ملف اللاعب الشخصي. تم تحديث قواعد مكافأة غنيمة الحروب القبائل ونقاط خبرة القبيلة. تقليل الوقت والتكلفة الخاص للعديدين من مستوى الترقية. العديد من الترقيات لخلق التوازن من الساحرات إلى الساحرة. لغات جديدة من الإعدادات الأندوية والملاوية. يقول لي شباب اكو لغات جديدة. ان هذول هنا اثنين اللغات ما اعرف شنو. فشباب ندخل على اللغات نشوف شنو اللغات الجديدة. طبعا شباب ما اعرف اقرا
أول مرة أقراها. الترقب العالمي. المهم شباب عرفوني. نشوف بعد شباب. نجي لهذا الترقيات جديدة. قاعة المدينة 11 طبعا شباب. تنين من المستوى 6 أو تنين يترقى مستوى 6. تنين صغير المستوى 5 حلو. القاس في من المستوى 5 حلو. القاس يترقى مستوى 5. مدفع هاون من المستوى 10 حلو. مستوى الهاون مستوى 10. تسلا مخفية من المستوى 9 واو كلش حلو. طبعا شباب هذا تحديث رهيب. 25 من قطعة جدار إضافية و25 قطعة جدار إضافية. قاعة المدينة 11 الساحر من المستوى 7. طبعا شباب الساحر مستوى 7 مثل ما قلت لكم. أصبح التنين صغير من المستوى 4 مفتوح الآن حلو. قاعة المدينة 9 أصبح الساحر من المستوى 6 مفتوح الآن حلو. كلش حلو هذا التحديث. شباب نجي الدفاع الجديد برج القنبلة. طبعا حكينا بيه. اقصف الاعداء المجاورين بقنابل صغيرة قصيرة المدة. تنفجر ابراج القنابل عندما تدمير لفئة قوات الاشتباك المجاورة لها. يتوفر برج القنابل في قاعة المدينة مستوى 8 واو. نطور بيتك تاون هول 8 يعطونك برج القنبلة هم زين. انا قاعد اطور بيتي تاون هول 8 بعد 6 يوم 21 ساعة. طبعا شباب التحديث رهيب يعني شباب كلش مرة رهيب. طبعا شباب هذا لا تستخدمون هذا التخطيط القديم. طبعا انا كل مدة اخلص تخطيط اشوف الهجمة وياكم. من شفت الهجمة تخطيط كلش حلو. غير الصوت. طبعا يريد يسوي الكلان مالي حرب. دخل يجي يسوي الكلان الحرب. ما علي اللي يكتب اصلا لقيت الشباب هم هذا علم يغير من سراويكم علمنا الاصلي. فشباب اتمنى انكم تحسنوا اللايك والمشاركة والتعليق والمقطع. اذا سويت حديث عن اللايكات. حديث عن اللايكات لايكاتكم كلش صايرة قلبي ما جاي حتى من لايكات. شباب تحياتي لكم وياكم مصطفى جيم. اقصد مقتضى جيم من قناة متواجد.